السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم عاشوراء، هشارك معاكم فطارنا يوم عاشوراء. انا جبت بقى فراخ كده وغسلتها كويس بالملح طبعا. بعد ما غسلتها بملح نقعتها في ملح وليمون شويه كده، وبعد كده شطفتها تاني وسبتها تصفي الميه. وهبدا بقى اتبلها. معايا بصله كده هقطعها كده في الكبه واحط عليها كام راس من الثوم كده، ومعايا البهارات ملح وفلفل وبهارات لحمه وبهارات فراخ. وهنا دي بهارات مخصوصه كده للفراخ برضو، وورق روري او اللي هو ورق الغوري يعني. هحط البهارات دي بس كده، هبدا اضربهم كده في الكبه. بعد ما ضربتهم اهو معايا هنا شويه من الصلصه حطيتهم كده اهو. واحط دبس رمان بيدي طعم حلو جدا، واحط شويه من الخل، يعني معلقه كده من الخل، وكمان هحط معلقه من الزيت. وهضرب التتبيله دي تاني في الكبه كده. بعد ما ضربتها كويس بقى هبدا احطها على الفراخ. طبعا الفراخ انا مقطعها زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى سهله في التحمير، وشايله منها الجلد. وهبدا بقى اتبلها. اهم حاجه التتبيله كويس بحيث ان كلها تشرب من التتبيله دي. التتبيله دي بقى هي اللي بتحافظ على طعمها وبتديها طعم حلو. كل ما سبتيها في التتبيله كل ما ادت طعم حلو. يعني تبليها كده وشيليها في التلاجة. لو انتي مثلا مش محتاجاها تعمليها النهارده وشيليها في الفريزر. فاهميني؟ كل ما شربت من التتبيله كل ما خلت طعمها احلى. هبدا كده احط في كل الاماكن كده التتبيله، وهفتحها بقى لاني نسيت افتحها. هحط دلوقتي هجيب السكينه كده وهعمل فيها فتحات كده بحيث انها تشرب كلها من التتبيله اهي. هبدا كده اجيب السكينه واعمل لها كده فتحات عشان الحتت الاماكن دي اللي هي ما بتطيبش فيها بسرعه. فاهمين؟ التتبيله دي هي اللي بتديها طعم حلو، فلازم تتاكدي ان هي شربت من التتبيله كويس، ولازم تفتحيها فتحات كده عشان تدخل لها وتبقى سهله في الطياب. لانك ممكن لو فتحتهاش فتحات تلاقيها تيجي تحمريها تلاقيها مش طيبه. فاهمين؟ فالفتحات دي بتضمن انها تطيب بسهوله. هسيبها بقى احطها في التلاجة. وهعمل بقى دلوقتي الكفر اللي هعمله من بره بقى، الحشو بتاعها من بره. بصوا زي ما انتم شايفين كده دخلت في كل الاماكن واتاكدت انها شربت كلها من التتبيله زي ما انتم شايفين كده. هبدا اعمل الكفر بقى اللي هعمله بيها. انا جبت دي كده نخلته، وبعد كده عندي فيجيتار كده ده بارد هبدا احطه برضو عليها. مش بعملها بس بالفيجيتار لان الفيجيتار بحس ان هو بيخليها حادقه، لكن لما بحط عليه دقيق هنا فيجيتار بارد على فيجيتار حراق وحطيت عليه دقيق. مش هحط عليه بقى اي بهارات لان الفيجيتار بيبقى عليه بهارات. انا بس هحط عليها معلقه ونص كده من النشا. خلاص مش هحط بقى اي بهارات لان الفيجيتار بيبقى عليه بهارات. لو انت مش هتحطي فيجيتار ابداي حطي عليها بهارات فراخ بهارات لحمه هتديها طعم حلو. لو انت ما عندكيش الفيجيتار، انا هنا حطيت معلقه ونص من النشا، وحطيت زي ما انتم شايفين هنا الفيجيتار سواء بارد او حار. لما بعمل بارد بيبقى حلو قوي، لما بعمل حار لوحده بحس ان هو ما بيبقاش حلو. قلت هعمل جنبها بقى مكرونه. حطيت الميه مغليه كده وبدات انزل بالمكرونه. اول ما تغلي تنزلي المكرونه. حطيت كده يعني كيس ونص من المكرونه، واحط عليها ذره من الملح. اول ما تلاقي المكرونه طابت كده تبداي تصفيها، وبعدين تغسليها كده عشان تبقى مفرفره. خلاص كده خلاص غسلتها وسبتها تتصفي. وهحط هنا شويه من الزيت واحط عليهم الطماطم اللي انا ضرباها واسيبها بقى تتسبك. خلاص اهي حطيت الطماطم كده. هحط عليها بقى البهارات وشويه بهارات من اللحمه وشويه بقى فلفل وشويه ملح واسيبها بقى تتسبك كده، وبكده تكون المكرونه خلصت. هبدا بقى طلعت الفراخ من التلاجة زي ما انتم شايفين كده، وهبدا بقى اعملها في التتبيله. انا جبت ميه وحطيت فيها تلج زي ما انتم شايفين كده. هبدا اطلع الفراخ بعد ما تبلتها احطها في الدقيق كده اللي انا عملته بقى طبعا بالفيجيتار وكده. هشربها كويس من الدقيق كده زي ما انتم شايفين اهو. اغمسها كويس في الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده احطها في الميه المتلجه دي. طبعا لو انت عايزه تتبلي الميه المتلجه دي ممكن تعملي عادي بيض، تحطي عليه شويه فلفل وشويه ملح وتحطي عليه شويه لبن يعني، وتعمليها عادي تبقى حلوه برضو. لكن دي استغني عن لو ما عندكيش بيض ممكن تستغني عنه، والميه المتلجه دي بتديها طعم حلو برضو زي ما انتم شايفين كده. وهبدا اتبل. اول حاجه بحطها في الدقيق، وبعد كده بحطها في الميه، وبعد كده برجعها تاني في الدقيق عشان الكفر يبقى حلو. هعمل كل كميه كده بنفس الطريقه. تبلي كل الكميه عشان تبقى بتحمري تبقى بسهوله. اول حاجه بحطها في الدقيق، وبعد ما احطها في الدقيق بحطها تاني في الميه، وبعد كده برجعها تاني في الدقيق. يعني بتاخد الدقيق مرتين زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هنحضر بقى النار ونبدا نحطها على النار ونشوف. اهم حاجه لما تحطيها اتاكدي ان انت نفضتيها كويس من الدقيق. حطيت بقى زيت كده على النار، وهبدا عشان لما يسخن هبدا انزله فيها. والطماطم كده كانت اتسبكت اهو. هنزل بقى كده بالمكرونه. طبعا المكرونه كنت غسلتها وسبتها تصفت كده. هبدا اقلبها كده في الصلصه زي ما انتم شايفين كده. اديها تقليبه كده تقريبا كده. قلتلك لازم تغسلي المكرونه عشان ما تعجنش منك، ولازم تغسليها وهي سخنه. خلاص طبعا لما طيبيها كويس. خلاص كده الزيت اهو بدأ يقدح. هنجهز كده الفراخ عشان نبدأ ننزل بيها بقى.
كده المكرونه خلصت اهي. هننزل بقى بالفراخ. اول ما الزيت يقدح كده هننزل بقى بالفراخ كده اهو زي ما انتم شايفين كده، مفيهاش اي حاجه بتقع منها، اتاكد ان مفيش حاجه بتقع منها. هبدا احطها في زيت ساخن زي ما انتم شايفين كده، واسيبها في الزيت كده تحمر. حابه تحمريها في الاير فراير عادي زي ما انتم شايفين كده، مش بتاخد وقت في التحمير. اهم حاجه لما تحمريها ما تعليش النار عليها عشان ما تلاقيهاش مش تلاقي فيها دم وكده. لازم تخلي النار مش عاليه، تخلي النار متوسطه، لا واطيه خالص ولا عاليه خالص، والنار خليها متوسطه. وابدا احمرها كده واسيبها اوريها لكم بعد ما تطلع بقى. هنا بصوا احمرت اهي من الناحيه دي. هبدا اقلبها كده زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه النار ما تكونش عاليه، تكون النار هاديه كده عشان ما يطلعش فيها اي دم كده، وتطيب كويس جدا وتحمر تحمير حلو. عايزه اقول لكم ان هي ريحتها جميله جدا وطعمها والله بجد حلو جدا، هتعجبكم جدا. وبجد انت لو اشتريتيها من بره هتلاقيها غاليه جدا، والاولاد بيحبوا الاكل ده، بيحبوا كنتاكي والحاجات من دي. تبقي عملتي لهم الاكل اللي هم بيحبوه وفي نفس الوقت اكل صحي وعملتيه بطريقه حلوه. وهنا ده شكل الاكل بعد ما عملناه اهو. بصوا دي شكل الفراخ اهي. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا وطعمها حلو قوي. والمكرونه اهي، وبصوا الاجنحه بقى وانجز بقى طعمها حلو جدا جدا جدا. جربوا الطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ادعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقول لكم بقى في امان الله، مع السلامه.